الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. معكم أنا ندى إبراهيم في الحلقة الأولى من برنامج قراءة في كتاب، والذي سيجمعنا بكم كل يوم ثلاثاء عبر أثير إذاعة هيبي اف ام في تمام الساعة 11:30. مستمعينا الكرام، في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب علم النفس الشرعي لمؤلفه ديفيد كانتر، والمترجم من قبل ضياء الوراد، والذي صدر عن مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، وعدد الصفحات 136 صفحة. في حلقة هذا اليوم سنطرح عددا من المحاور والتساؤلات الملحة الواردة في هذا الكتاب، ومنها: ما هو تعريف علم النفس الشرعي؟ ما هي أكثر التحديات والصعوبات التي تعترض علم النفس الشرعي؟ وما هي متعته؟ ما الفرق بين علم النفس الشرعي وعلم الجريمة؟ كيف يصور لنا علم النفس الشرعي صورة المجرم؟ ثمة تساؤل آخر عما إذا كان المجرمون مختلفين عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة. ما هو الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية؟ وما هي أهم التغيرات التي قدمها علم النفس الشرعي حول المجرم؟ هل يمكن منح المختص في مجال علم النفس الشرعي دور في المحاكم؟ أعزائي المستمعين، كل هذه الأسئلة والمحاور وأسئلة أخرى سنجيب عنها من خلال التعرف على هذا الكتاب بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. بداية أود أن أعرفكم على مفهوم علم النفس الشرعي، حيث يعرفه المؤلف في هذا الكتاب بأنه التطبيق لجميع جوانب القانون وإدارة الجريمة والمجرمين، وذلك من خلال الممارسة المهنية للأسس والنظريات والأساليب المستمدة من الدراسات العلمية والإكلينيكية للأفعال والخبرة البشرية، حيث يهتم علم النفس الشرعي بدراسة سيكولوجية أو الحالة النفسية للمجرم في حال ارتكابه مخالفة للقواعد أو القوانين السائدة في مجتمعه. وفي نقطة أخرى أعزائي المستمعين، يوضح المؤلف لنا الفارق بين علم النفس الشرعي وعلم الجريمة، حيث يوضح أن علم الجريمة هو علم دراسة الجريمة، أي معرفة الأسباب الاجتماعية النفسية التي أدت بالمجرم إلى ارتكاب هذه الجريمة، وأيضا يدرس التطورات التي تحدث في هذه الجريمة وسبل خفضها. أما علم النفس الشرعي فهو علم دراسة المجرمين، أي الصفات الداخلية أو النفسية والخارجية التي تظهر على المجرم أثناء ارتكاب الجريمة. ثمة تساؤل آخر أعزائي المستمعين نود الإجابة عنه، وهو: من أين أتى مصطلح علم النفس الشرعي؟ في هذا المحور يتحدث المؤلف عن بداية ظهور علم النفس الشرعي، حيث يعود ظهور هذا المصطلح إلى حادثة قتل أو قضية قتل حصلت، حيث أطلق على هذه القضية اسم قضية دانييل ماغنوتن، والذي أدين بقتل إدوارد دراموند الذي أطلق عليه الرصاص في 20 يناير عام 1843، حيث توفي دراموند من جراء إطلاق النار عليه من قبل دانييل. وما يثير الاهتمام في هذه القضية أن دانييل قال في دفاعه عن نفسه أمام المحكمة أن هناك من أجبره على جريمة القتل هذه، وذلك ليدل أعضاء المحكمة على إصابته بوهم الاضطهاد، وأنه كان ينوي قتل روبرت بيل زعيم حزب المحافظين، لكنه قتل دراموند السكرتير الخاص لبيل على سبيل الخطأ. أعزائي المستمعين، ما أود الإشارة إليه في هذا المحور أنه كان شائعا في تلك الفترة في حال إذا أثبت المجرم أنه يعاني من اضطراب عقلي فإنه سيكون بريئا من ارتكاب تلك الجريمة، وهذا ما حصل بالفعل في قضية دانييل، حيث أثبت براءته بسبب الجنون، إلا أنه حدثت ردة فعل على هذه القضية أدت إلى احتجاج شعبي شاركت فيه حتى الملكة فيكتوريا نفسها، مما أدى إلى الإيضاح والبرهان على أن الدفع بالجنون أو التظاهر بالجنون عند المجرم تطلب بشكل حاسم البرهنة على أن المتهم أو المجرم عانى من مرض عقلي في وقت الجريمة،
وأصبحت هذه القواعد والمعايير في ذلك الوقت معروفة باسم قواعد ماغنوتن. في محورنا التالي أعزائي المستمعين يتكلم المؤلف عن أهم التحديات التي تعترض علم النفس الشرعي، حيث يوضح المؤلف لنا في هذا المحور أن التحديات التي تعترض علم النفس الشرعي يمكن تلخيصها بما يلي: أولاً، عدم توفر بيئة مناسبة للتطبيق، بمعنى أنه لا توجد بيئة مناسبة يقوم بها الخبير الشرعي أو المختص في علم النفس الشرعي بتطبيق اختباراته فيها، أي يصعب الوصول إلى المجرمين بشكل عام لكي يقوم بتطبيق تلك الاختبارات عليهم. ثانياً، صعوبة الوصول أحياناً إلى مجرمين حقيقيين أو شهود أو ضباط شرطة. لماذا يصعب عليه الوصول إلى هؤلاء الأشخاص؟ لأن المجرمون حتماً سيكونون في السجون، وهناك قواعد وقوانين تفرض على تلك السجون حيث تمنع أو تضع صعوبات أمام عالم النفس أو المختص في علم النفس الشرعي للوصول إلى هؤلاء. وأيضاً صعوبة الوصول إلى الشهود، لأن هناك أشخاص من الصعب جداً أن يقوموا بالاعتراف بالحقيقة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ضباط الشرطة، حيث أن ذلك يكون دائماً محفوظ بقواعد قانونية وعملية. وأيضاً من أهم التحديات التي تواجه الخبير أو المختص في علم النفس الشرعي قيام المجرمين أو الجنات بشكل عام بتحريف الحقيقة، حيث يعيق هذا الشيء سير علم النفس الشرعي. أعزائي المستمعين، وأيضاً من أهم التحديات التي تواجه علم النفس الشرعي وتكاد تكون في المقدمة هو غياب وجود تعريف واضح للجريمة، حيث يختلف تعريفها حسب الثقافات في كل بلد، فما هو مقبول في ثقافة ما قد يحظره القانون في ثقافة أخرى، لذا لا يوجد تعريف قانوني ثابت وواضح ودقيق للجريمة. فمثلا في دول كثيرة مسموح بأفعال في إطار الزواج فتعتبر اغتصابا في مكان آخر، فالأفعال المخالفة للقانون قد لا تكون أو قد لا تتسم بالوضوح بشكل دقيق. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى محور آخر وهو يتناول أهم الصفات التي يمكن أن تبدو على الشخص المجرم، وهل المجرمون مختلفون عن الأشخاص الذين لم يرتكبوا أي جريمة؟ هنا يطلب منا المؤلف أن نتقمص دور الدكتور فرانشتاين في العصر الحديث، حيث يطلب منا المؤلف أن نتخيل أو نتصور في مخيلتنا أهم الصفات أو الصفات التي يمكن أن تظهر على المجرم. فيقول المؤلف: تخيل أنه أوكلت إليك مهمة صناعة مجرم، فإنك حتما ستتخيله من الناحية الجسمية بأنه يملك الصفات التالية. سنتخيله كما يلي: ذراعين طويلتين، وأذنان بارزتان، وشعر كثيف، ولحية خفيفة، وأيضا فك عريض، وذقن مربع، عظام وجنتين كبيرتين، وذلك تشبها بعالم الجريمة الإيطالي ذائع الصيت الذي عاش في القرن ال19 شيزاري لومبروزو. وربما تتخيله أيضا عزيزي المستمع أنه أقصر من الطول المتوسط أو أطول، أي بمعنى إما أن يكون طويلا جدا أو قصيرا جدا. وأيضا من حيث الوزن يمكن أن تتخيله بأنه إما أثقل وزنا أو أخف من الوزن الطبيعي. وأيضا سنتخيله بأنه يملك قدمين مسطحتين. بهذه الصورة يوضح المؤلف لنا أهم الصفات الجسدية التي قد تبدو واضحة على المجرم.
الإجرام عند المجرم، فهناك عدد كبير من الخبراء يرون أن الإجرام ناجم عن اضطراب بالمخ أو وجود تلف صغير بالمخ. هذا كله يمكن كشفه من خلال الفحص وإجراء اختبارات مسح للمخ، وذلك من خلال استخدام الأشعة. من أكبر الأمثلة على الخلل في ناحية التكوين الجيني الملك هنري الثامن. الملك هنري الثامن كان شخصا ودودا، إلا أنه عندما قام بعملية مبارزة مع شخص ما تعرض لعملية فقد لوعيه خلال هذه المبارزة لمدة ساعتين، أدى ذلك إلى حدوث اضطراب في المخ لديه، وأدى هذا إلى جعل الملك هنري شخصا عدوانيا وشخصا مضطربا، حيث كان الملك هنري يقوم بقتل زوجاته والتخلص منهم كالقمصان أو كأي شخص أو كأي شيء قديم. أعزائي المستمعين، هنا أيضا يقوم المؤلف بتفسير كيف يصبح الفرد مجرما، وأيضا يوضح أهم المقومات التي تؤدي به إلى الإجرام، حيث يوضح نقطة مهمة وهي وجود عطل في الأداء الطبيعي للوظائف عند المجرم، ومصدر هذا العطل أو الخلل حتما سيكون في العمليات العقلية، حيث كشفت دراسات حديثة أجريت على الرجال بالسجون الإيطالية عن أن ما يصل إلى 3 من بين كل 10 سجين مصابون بذهان شديد، أي فقدان الاتصال بالواقع، على غرار سماع أصوات وهلاوس وغير ذلك من الأمراض العقلية. هذه النظرية في تفسير الإجرام أيضا تعرضت للنقد ولمجموعة من الصعوبات. أعزائي المستمعين، بعد أن تعرفنا على علم النفس الشرعي واستخداماته وأهم التحديات التي تواجهه وأهم طرق تطبيقه، سنتعرف الآن على محتوى الدليل التشخيصي للاضطرابات العقلية، وكذلك التصنيف الدولي للأمراض العقلية التي تعتبر من الحالات التي تؤدي بالشخص إلى ارتكاب الجريمة، حيث يتعامل الدليل والتصنيف الدولي للأمراض مع جوانب معقدة من شخصية الفرد، حيث يقدم هذان التصنيفان تفسيرات كثيرة أو توضح الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى ارتكاب الجريمة. من أهم هذه التفسيرات التفسير النفسي، حيث تفسر حالة الإجرام لدى الأفراد بأنهم أفراد أو أشخاص لا يقبلون بالأعراف والقوانين والعادات الاجتماعية السائدة في بلدهم، حيث يمر الشخص ب3 مراحل معينة تتلخص بما يلي. أولا، يقوم الشخص أو الفرد بتغيير موقفه تجاه تلك العادات أو القوانين أو الأعراف الاجتماعية السائدة في مجتمعه. أما المرحلة الثانية، فيقوم الشخص باعتباره أظهر موقفا عدائيا تجاه تلك الأعراف والقوانين السائدة، فإنه يقوم بإظهار ردود أفعال وانفعالات تكون سببا أو تؤدي به إلى ارتكاب الجرائم. ثالثا والأهم، أن هذا الشخص يفقد شعور أو اهتمام حقيقي بتبعات تلك الجرائم التي يقوم بها. أما التفسير الثاني لعملية الإجرام فهي التفسيرات الاجتماعية، فإنها تقول أنه لا ينبغي البحث في داخل الشخص، وإنما يجب البحث في الظروف الاجتماعية التي تحيط به. وأيضا قد تلعب أو قد تدور أغلب التفسيرات النفسية للجرائم العدوانية حول الافتراض أن بعض الناس لا يفهمون طبيعة تواصلهم أو تفاعلهم مع الآخرين بالقدر الكافي. فمثلا عندما يظن رجل أن امرأة ما توافقه بالفعل على النشاط الجنسي الذي يدور في باله، في حين تكون هي غير متأكدة من أنها متوافقة معه، حينها يصبح الشخص غاضبا أو الرجل يصبح غاضبا عندما يخيب ظنه، ويؤدي به ذلك إلى الاعتداء على تلك المرأة. في هذا المحور سنتكلم عن أهم أدوار علم النفس الشرعي في قاعة المحكمة.
يوضح الكاتب لنا أنه من أهم وظائف وأدوار علم النفس الشرعي في قاعة المحكمة هي تفسير الوقائع تفسيرا منطقيا، حيث أن الخبراء لا يستطيعون الادلاء بآرائهم في أي جانب يتعلق بإجراءات المحكمة، أي أنهم لا يستطيعون التدخل بأي إجراء من الإجراءات التي تحدث داخل المحكمة، ويكون رأيهم في إطار تخصصهم فقط، وهذا أيضا تحدده قيود قانونية. وأيضا في هذا المحور يبين لنا المؤلف طبيعة الشهادة التي يجب أن يتمتع بها الخبير في علم النفس الشرعي، وكذلك الدور الإكلينيكي له، والذي يتمثل في مساعدة العملاء والتعامل معهم في وسط علاجي، وهذا ما يمنح الخبير أو عالم النفس الشرعي خبرة في جوانب كثيرة، إضافة إلى مهارات المنافسة التي قد لا يمتلكها المحامون. ومثال على ذلك: اتهمت امرأة بسرقة كأس فضية، ولكن تقدم شخص آخر عمل معها واعترف بالسرقة، وفي مقابلة الشخص الثاني وأثناء دفاعه عن نفسه اكتشف عالم النفس الشرعي أهمية الكأس بالنسبة له، مستخدما إجراءات نفسية واختبارات أجراها معه أثناء هذا النقاش، حيث كشف الرجل عن تعلقه بالمرأة المتهمة ورغبته في حمايتها من الحكم بالإدانة الذي سيدمر حياتها، واعترف بالنهاية بأنه بريء من الجريمة. وهنا يستخدم عالم النفس في تقييم المجرم مجموعة من إجراءات التقييم النفسي أو ما تسمى بالاختبارات النفسية، كاستخدام اختبار حاصل الذكاء والاختبارات الإسقاطية التي تعود أصولها إلى أفكار فرويد في العقل اللاواعي. مثال على ذلك اختبار بقعة الحبر لرورشاخ، حيث يطلب المختص أو الخبير من الشخص أن يفسر ما يراه نتيجة وضع بقع الحبر على قصاصات من الورق. وكذلك اختبار تفهم الموضوع، حيث يعرض العالم النفسي مجموعة من الصور على المجرم ويطلب منه إيجاد تفسيرات لهذه الصور، ومن خلال تحليلات الشخص يتعرف الخبير أو العالم النفسي الشرعي على أهم الأمراض العقلية التي يعاني منها ذلك الشخص، حيث سيكشف الشخص عن عقله اللاواعي ودوافعه وأفكاره الخفية. أما في حديثنا عن دور علم النفس الشرعي وحركته في المحاكم وكذلك أهم الإجراءات القانونية التي تفرض عليه، يتحدث الكاتب أن علم النفس أثبت دوره كعلم لتفسير الوقائع وتقديم معلومات أكثر دقة وبكل موضوعية، مما أدى إلى اتساع نطاق مشاركته للمحاكمات، وسمح لهم بالاشتراك باعتبارهم خبراء، حيث وصلوا إلى جوانب أكثر بكثير من الإجراءات القانونية، حين تمثل دورهم في المساعدة في اختيار هيئة محلفين أو اختيار سبل يمكن بها عرض المعلومات في المحكمة.
كل هذه التفاعلات بين علم النفس والمحاكم هي علاقة تبادلية التأثير بين ثقافتين مختلفتين للغاية، حيث يتطلع علماء النفس الشرعيون إلى تطوير اختبارات قياسية وإجراء المقابلات الإكلينيكية التي من شأنها أن تضع الأفراد داخل إطار عمل شامل. كيف يعمل علماء النفس الشرعيين مع الجنات؟ هنا أود أن أوضح أن علماء النفس لا نقابلهم في المحاكم، وهم يدلون بشهاداتهم، وأيضا لم يكونوا مشتركين في فريق تحقيقات الشرطة، بل على الأغلب نجدهم وهم يعملون مع الجنات المدانين سواء في السجون أو في أماكن تواجدهم. من أهم الحالات التي يتعامل معها عالم النفس الشرعي هي مدمنو الكحوليات وغيرها من المواد، وكذلك مرتكبي الجرائم الجنسية، وأيضا الذين يعانون من اضطرابات الشخصية، حيث يبدأ العالم النفسي الشرعي بالتداخل وإجراء الاختبارات اللازمة، فيقوم بتقييم حالة الجاني من كافة الجوانب وتقديم معلومات كافية حول شخصيته، ثم يقوم بوضع برامج علاجية تهدف إلى مساعدة الجاني أو المجرم للتخلص من تلك المشكلات أو الاضطرابات التي يعاني منها. أما عن دور علم النفس الشرعي في العمل في أجهزة إنقاذ القانون أي عمل الشرطة، فيشير المؤلف إلى أن علماء النفس الشرعيين يساهمون في جميع مراحل عملية التحقيق، بجانب ذلك المراحل المهمة قبل التحقيق والمساعدة في انتقاء ضباط الشرطة، وهم يساهمون أيضا في إعداد نظم فعالة لتجميع المعلومات المطلوبة. وأيضا يقوي عالم النفس الشرعي أساليب الكشف عن الغش وأساليب إدارة البيانات للشرطة وربط الجرائم بجانب مشترك. الآن نريد أن نوضح هل دور علم النفس الشرعي هو دور ثانوي دائما أم لا؟ يوضح لنا الكاتب ما يلي. أعزائي المستمعين، بالرغم من الدور الذي يمارسه علم النفس الشرعي، إلا أنه لا زال دورا ثانويا أو دورا داعما في المحاكم وأثناء التحقيقات، حيث يبين المؤلف أن أصوات علماء النفس الشرعيين لا يسمع حاليا بقدر كبير من الاهتمام في أورقة السلطة كالبرلمانات ومحاكم العدل العليا، ويرجع السبب في ذلك إلى الأسلوب العلمي الذي درس به علماء النفس، والذي ينزع إلى التقليل من أهمية القيم والتضمينات المجتمعية. وعلى المستوى الأعم ساهم علماء النفس على إحياء وتطوير في العمليات التي من شأنها أن تساعد في خفض الجريمة، وركزوا على المساعدة في الإيقاع بالمشتبه بهم وإدانتهم أو تقديم سبل لمساعدتهم ما أن يدانوا. لكن توجد حاجة إلى نقاش يستند أكثر إلى علم النفس حول ما إذا كان الحد من الجريمة شأنا اجتماعيا أم اقتصاديا أم سياسيا.
أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قراءة في كتاب. نشكركم على حسن الاستماع، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجنا.